في أوقات بنقف قدام نفسنا ونسأل سؤال: هو أنا ليه عملت كده؟ طب أنا ليه قلت الكلام ده كان المفروض ما أقولوش؟ طب أنا ليه اتصرفت بالشكل ده؟ وفي أوقات تانية بيكون الموقف متغير تماما ونسأل نفسنا: طب أنا ليه سكت؟ يعني المفروض كنت أتكلم، المفروض كنت أقول حاجة أدافع بيها عن نفسي في الموقف ده. في نفس الوقت بنفضل نلوم نفسنا ونخش في دايرة بائسة ويائسة من كل حاجة. هو أنا السبب، أنا اللي المفروض كنت أعمل كذا، وأنا 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 وألف أنا. وهنا بنخش في دايرة الندم. الندم من أكبر الأسلحة اللي إحنا بنتخذها على نفسنا ومنفكرش فيها كويس. في حلقة النهاردة من دفتر العراف هندرس الندم وليه أصلا إحنا بنندم، وليه إيه اللي بيحصل أساسا عشان نخش في الدايرة دي. عشان نبدأ، إحنا كلنا بني آدمين بنتعرض لمواقف كتيرة في حياتنا، ومش كل المواقف إحنا بنكون فيها بنتعامل بشكل صحيح. وده لازم نبقى متفقين عليه، لأن من أول سيدنا آدم اللي هو أبو البشر لحد دلوقتي كلنا بنغلط، كلنا بنعمل أخطاء، كلنا في مواقف بنتعرض عليها بنندم فيها وبنفكر: طب أنا لو كنت عملت الموقف ده بالشكل ده كان هيبقى أحسن، ولا كان برضه هقع في نفس الغلطة؟ الفكرة إن إحنا بننسى وقتها إن الندم أو فكرة الحياة كلها إن إحنا مش مكن، إحنا مش آلات، إحنا بني آدمين. من حقنا نغلط، من حقنا إن إحنا نراجع نفسنا، من حقنا إن إحنا نفكر مرة واتنين وتلاتة. بس الفكرة كلها: هل التفكير ده بيفيدني؟ هيطلعني خطوة لقدام ولا هيرجعني خطوة لورا؟ وهنا لازم نسأل نفسنا السؤال ده: أنت ندمان على إيه؟ أنت ندمان على كلمة ما اتقالتش، ولا ندمان على كلام كتير أنت قلته بالغلط؟ فلازم تراجع مع نفسك، ولازم تحب نفسك. أنا بشوف إن اللي بيندم ده بيبقى هربان، لأن أنا في يوم من الأيام كنت بهرب من نفسي وبهرب من حياتي وبهرب من كل حاجة. لأن أنا كان في حاجات المفروض أعملها، وحاجات كنت المفروض آخد فيها خطوات بشكل أحسن من كده بكتير، بس للأسف ما خدتش الخطوات دي. فاضطريت إن أنا أضيع كل حاجة. اللي مش عارف، أنا كنت بكتب روايات وطبعت واحدة والحمد لله نجحت فيها. بس الفكرة كلها إن أنا خدت مواقف كتيرة غلط وأنا بطبع الرواية دي، بس الحمد لله إن هي عدت ونجحت واتباعت. بس أنا وصلت الليفل ووقفت. أنا وقفت عشان أنا ما عنديش، مش عارف أعمل إيه بعد كده، مش عارف إزاي أساعد نفسي، ومش عارف إيه الخطوة التانية. فوقفت وعطلت. بدل ما أطلب المساعدة وبدل ما أقول للناس إن أنا وقفت أو أشوف مين اللي المفروض يفيدني وأساعد وأجري وأكمل، لا، عطلت. بقيت بفكر كل يوم: طب أنا لو كنت في الموقف اللي أنا وقفت فيه ده دلوقتي كان حياتي تبقى أحسن بكتير. طب أنا كنت وصلت لحاجة أحسن، وفضلت ندمان على موقف أنا كنت المفروض أستغل كل حاجة إن أنا أطلع أحسن ما فيا، بس ما عملتش ده كله. وفضلت واقف وقاعد، وكنت بهرب بأشكال كتيرة جدا. بهرب إن أنا أقعد مع أصحابي، بهرب إن أنا أخرج كتير، بهرب إن أنا أسمع حاجات كتير، أسمع أغاني، أسمع حاجات كتير. المهم إن أنا ما أقعدش مع نفسي وأفكر، إن أنا عارف لو قعدت مع نفسي وفكرت هروح هناك، وأنا مش عايز أروح هناك. فهي دي المشكلة، اللي هو أنا بضحك ليه؟ عارف أنت، اللي هو أنا اللي جرحت إحساسها، أنا اللي بالظبط أنا اللي بوظت دنيتي. فهي الفكرة كلها إن إحنا بنخاف نواجه نفسنا، فبنبدأ نلوم نفسنا ونروح مع اللي حوالينا بقى. لأن أنت خايف إن أنت تواجه نفسك، إن أنت تتكلم معاها، إن أنت تعرف نفسك عايزة إيه، أنت ذات نفسك عايز إيه. طب أنت لما عملت الموقف الغلط ده هربت منه، فضلت بهربان، مش هتتقدم، مش هتنجح. هتفضل ندمان على الموقف اللي حصل، ندمان على الهروب اللي حصل، هتفضل ندمان على كل حاجة. فالفكرة إن إحنا لازم ناخد خطوة إيجابية أو خطوة صحيحة. أول جزء عندنا هو المشكلة. مشكلتنا واضحة وصريحة وهي الندم. إحنا ندمانين على موقف في حياتنا اتصرفنا فيه غلط، سواء التصرف ده إن إحنا قلنا حاجات ما ينفعش تتقال، أو إن إحنا سكتنا في وقت كان المفروض نتكلم فيه وندافع عن نفسنا أو نعمل حاجة تانية. فمن هنا نيجي الفكرة كلها: طب أنا استفدت إيه من الندم؟ أو أنا إيه اللي حصل لي من الندم ده؟ أو أنا ليه ندمت أصلا؟ أنت ندمت عشان أنت خرجت بره السياق الصحيح. أنت لازم تبقى عارف إن أنت بني آدم، مش آلة، مش روبوت، مش حاجة مبرمجة إن إحنا نعمل كل حاجة صح. إن إحنا بنغلط، بنخرج بره السياق عن المألوف، بنفضل نمشي في حياتنا وبنتعلم، وبننسى إن كل غلطة في حياتنا وكل حاجة إحنا ندمنا عليها إحنا اتعلمنا منها درس. ودي حقيقة. أنا غلطت النهاردة 1000 غلطة، فأنا معايا 1000 درس أنا متعلمه ما غلطش فيه تاني. حلو جدا. الفكرة كلها إن إحنا ما بنندمش، بس إحنا بنندم وبنقعد نفكر كتير، اللي هو: طب أنا عملت ده غلط، طب أنا ليه عملت كده، طب أنا إزاي أعمل كده. بنخش في دايرة مغلقة كده، وممكن تصل إلى الاكتئاب، إن أنت ندمان من كل حاجة أنت عملتها، وندمان على الموقف، ومتخيل إن الموقف ده هو اللي كان هيفرق في حياتك جدا،
سواء المواقف دي كانت علاقات في حياتنا مع ناس، سواء مواقف في شغلنا إحنا اتصرفنا فيها غلط، أو مواقف في حياتنا، أو مواقف إنسانية اتعاملنا فيها بغلط بشكل خطأ. الفكرة كلها إن إحنا لازم نقعد لورا كده، نرجع لورا، نشوف الموقف ده من زاوية أخرى. أنت كنت عامل إزاي وقتها؟ وهنا أنا مش بدي دافع لنفسك، بس الفكرة إن هو أنت لو فضلت ندمان عمرك كله هتستفيد إيه؟ هو أنت ندمان، خلاص حلو، أنت ندمان وزعلان ومتضايق، هتفضل متضايق؟ خلاص، ما هو أنت الموقف عدى، لازم تغير اللي حصل، لازم تغير النتيجة، لازم تعمل حاجة جديدة تكسر الندم ده. ما هو يا فرحتي في ناس كتير ندمانة، بس مفيش ناس كتيرة بتبدأ تبرر الندم ده، تبدأ تقول أنا غلطت في الحتة دي وأنا ندمان إن أنا عملت الحاجة الغلط. أنا لأ، أنا هصلح اللي حصل وهشوف حاجة جديدة صح. وهنا تيجي الفكرة، الندم سلاح بيرجعك لورا ولا سلاح بيطلعك لقدام؟ إن في ناس كتير بتفضل تندم وتزعلانة بس. طب أنت عملت إيه؟ لأ أنا ندمان وزعلان. طب أنت هتصلح اللي أنت ضايقته؟ لأ أنا ندمان وزعلان. طب أنت هتعمل حاجة جديدة؟ لأ أنا ندمان وزعلان. طب انت قلت كلام ما ينفعش يتقال، فاهم؟ مستني الشخص اللي انت قلت له الكلام ده هو اللي هيجي يصالحك؟ مستني الحياة هي اللي هتيجي ترد لك اللي انت عايزه؟ الحياة ما بتقفش على حد، ما بتديش حاجة لحد، ما بتعملش حاجة لحد هو مش عايزها او مش بيتحرك ليها. انت لازم تعمل كل حاجة عشان تصلح اللي حصل. وللأسف الخطوة التانية إن الناس بتهرب من الندم وبتهرب من نفسيتها زي ما حصل معايا كده بالظبط. أنا في حاجات كتيرة جدا في حياتي ندمت عليها وفضلت واقف في مكاني معرفتش أتحرك ومش عايز أتحرك. عارفين انتوا اللي هو أنا خايف أتحرك، طب أنا هعمل إيه؟ طب أنا لو اتحركت طب ما أنا هخسر تاني، طب ما أنا هندم تاني، طب ما أنا هعمل موقف تزعلني تاني. وبننسى إن دي حياة. الحياة هي تجربة كاملة من الأخطاء والمشاكل والفرح وكل حاجة. أنت كل حاجة بتعيشها في الحياة. أنت لو وقفت فكرة إن أنا هفضل قاعد في بيتنا فأنا مش هقابل حد فأنا مش هزعل حد مش هضايق حد، طب انت كده ما عشتش حياتك، بقت صفر، انت ما عملتش حاجه في حياتك. ما لا فرحت ولا انبسطت ولا سعدت ولا صلحت ولا عملت اي حاجه اصلا، انت فضلت واقف مكانك. فلا، انت لازم تعرف ان انت بني ادم، بتغلط وبتصلح الغلط وبتحاول وترجع تاني، وهكذا. مفيش بني ادم فضل طول عمره ماشي خط مستقيم كده بينجح بس، ولا واحد فضل يرجع بظهره وعمال يخبط في الناس ويغلط في الناس. هذه الفكرة. شوف انت عايز تعمل ايه وانت عايز توصل لايه، وانا من هنا بحاول افكر معاك بطريقة ازاي نحل الموضوع ده. اول حاجة، اقعد مع نفسك وبطل تهرب من كل حاجة في حياتك. الهروب من الحياة ما هو الا زيادة ندم. عارف انت اللي انت بتزود جرعة كمان. لو انا ندمت على موقف، طب انا هندم ان انا ضيعت وقت كتير عشان احل الموقف ده. وياما حصل معانا كده، اللي هو انا غلطت مثلا مع حد وقلت له حاجة ما ينفعش تتقال، انا هفضل بقى ساكت لحد ما يجي موقف بينا بقى يصلح الدنيا. طب ما انت لو كنت صلحت الموقف ده وقتها او بعدها او بعد فتره لما انتوا الاتنين تهدوا وتتصافوا، ده الموضوع ده احسن. ولو ندمت في ان انت كنت اتخذت قرار في شغلك غلط، طب ما انت هتفضل واقع. طب ما تلحق بقى الدنيا، شوف انت المفروض تعمل ايه، شوف انت تعرف ترجع ازاي، شوف الحياه تبقى عامله ازاي، ما تفضلش واقف. فمن هنا نقول فكره، اقعد احاسب نفسي مش اجلدها. للاسف احنا بقينا بنجلد نفسنا بشكل غير طبيعي وبنكسر من نفسنا يعني بتعمل كل حاجه تاذيك، ما بتعملش اي حاجه ان هي تساعدك. نفضل نفكر بقى في المواقف كلها اللي ضايقتك، طب انا فلان ضايقته وفلان عملت له كذا وفلان عمل لي كذا. هو انت داير في دايره بتاذيك ليه؟ انت اقعد حاسب مع نفسك، اقعد صفصف مع نفسك كده كأنك قاعد مع واحد صاحبك، بتشكي له وبتحكي له وبتقول له انا وقفت هنا المفروض اعمل ايه. ومن هنا بتكتب بقى اللي انت عايزه. يعني انا كفارس بحب اكتب كل حاجه في دماغي، بطلعها على الورق بشوفها بعيني، ما هنا بقى اعرف هحل الدنيا ايه. من هنا بنبدأ نقول إن إحنا بنشوف الموقف ونشوفه بكذا وجهة نظر. وأنا عملت كذا، عملت ده إزاي وعملته ليه، وإيه اللي ضايق اللي قدامي أصلا؟ هل اللي ضايق قدامي الكلام ولا الأسلوب ولا إيه اللي ضايق اللي قدامي بالظبط؟ أو إيه الغلط اللي أنا عملته المفروض أصلحه إزاي؟ تاني خطوة، إن أنت تتقبل الخسارة، تتقبل الندم بكل أشكاله، علشان أنت لو ما تقبلتوش أنت مش هتعرف تحله، هتفضل تهرب من كل الدوائر اللي في حياتك ومش هتوصل لحاجة في الآخر. فحل الندم، حل مشكلتك، واقعد حلها مع نفسك. محدش هيعرف يحللك حياتك، محدش هيعرف ياخدك من ايدك كده يطلعك السلم. انت اللي هتطلع، انت اللي هتوصل، انت اللي هتعمل. فما تستناش حد من بره يجي يقولك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لان حياتنا كلها مختلفة. المسار اللي فلان مشي عليه مش شرط ان المليون كلهم هيعرفوا يمشوا عليه. لا، انت واحد عارف يمشي كذا، واحد عارف يمشي كذا. والنجاح طرق مختلفة ومش طريق واحد. عارف النجاح عامل زي دايرة، كل واحد ممكن يخش لها من اي طريق ممكن يختاره.
اللي بيلف ويدور حواليها ويوصل لها، اللي بيمشي في خط مستقيم، اللي بيفضل يلف حواليها اصلا وما بيوصلهاش. وده اللي انا بشوفه ندمان، انت بتفضل تلف حوالين السبب وما بتوصلش اللي انت عايزه. فشوف انت عايز توصل لايه، وحل الندم باحسن طريقه ممكنه. ان انت تقعد مع نفسك، ما تجلدش نفسك، حاول تحب نفسك، ان انت تزق نفسك لقدام، ما ترجعش نفسك لورا، وما تفضلش تضغط على نفسك اللي هو انت شخص وحش او فاشل او اي من الاسباب اللي انت بتضغط بيها على نفسك بالسوء. لا، خد نفسك صالحها وتحاسب مع نفسك، وشوف انت غلطت في ايه ما تعملوش تاني. مش تشوف انت غلطت في ايه وتفضل تجلد نفسك بيه. خلاص انا متفق بفكرة ان اللي حصل حصل، انت مش هتعرف تغير اللي حصل، مش هتعرف تغير الاقدار، مش هتعرف ترجع بالزمن. فبطل تفكر طب انا لو كنت رجعت كان ايه اللي هيحصل، طب انا كان هيحصل ليه لو عملت كذا، طب انا اللوات دي كلها والطبات دي. لا خلاص، اللي حصل حصل. انا ازاي اصلحه، ازاي اتخطى الموقف، ازاي احل ده وما يحصلش مرة تانية وما غلطش تاني. ومن هنا هي دي النتيجة، ان انت تبطل تندم وتبطل تهرب وتحاول توصل للحل. دي كانت حلقة النهاردة من دفتر العراف، كان معاكم فارس الطراز.